أخبار بطولة. أصدرت المديرية للتحكيم بلاغ جاء فيه توقيف الحكم المعطاوي أمين لمباراة واحدة، والذي قاد مباراة طنجة ضد حسنية أكادير، وتوقيف بالبصري جمال لمباراتين، والذي كان في غرفة الفار لنفس المباراة. كما تم توقيف حكما مباراة الجيش والرجاء، وهم كل من الحكم الرئيسي السردي محسن لمباراتين، وباسلام عبد المنعم حكم الفار ل3 مباريات. من قبل ذلك كان الجيش قد أصدر بلاغا عن التحكيم. شهد اللقاء باش موحد للمجموعات كورفا سود ماغانا. أعلن الوداد إصابة اللاعب وليد الصبار خلال الحصة التدريبية بالتواء على مستوى الركبة، ومن المتوقع غيابه من 4 إلى 6 أسابيع. طلبت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من حسام الصادق الالتحاق بمركز محمد السادس بالمعمورة بعد إصابته مع المنتخب الوطني للشباب في المباراة الودية ضد أمريكا، والسعي لتجهيزه للمشاركة في كأس العالم للشباب. يتجه حسنية أكادير إلى إصدار التذاكر الإلكترونية مساء الخميس على موقع تذاكر.ma بأثمنة تتراوح من 30 درهم إلى 300 درهم. كما تم تخصيص 700 تذكرة لجمهور الماس. التذاكر الإلكترونية في أول لقاء كبير كتجربة بين الرجاء والجيش عرف مجموعة أخطاء، خاصة التضارب بين حاملي بطائق الاشتراك والتذاكر الإلكترونية، وفي المباراة دخل للملعب أكثر من العدد المحدد.